بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم احسن ما بين إيدينا واحسن ما بين إيديكم وارزقنا وارزقكم يا رب العالمين أحسن تربية للكتاكيت أو للفراخ البياضة، الفراخ اللي تربيها في البيت من عمر يوم. تعالي نشوفها من عمر يوم بدون علف وبجايا البيت. شوفوا الخلطة الجميلة دي من بجايا البيت، وهنشوف مع بعضنا دلوقتي ازاي وصلت لغاية من عمر يوم لغاية ما كبرت ولغاية البيض، وبتبشر لك على 4 شهور 5 شهور بالكتير خالص خالص خالص. دي مميزات الكتاكيت عمر يوم. غير مميزات انك انت بتربيها على ايدك، ان عمر يوم يا جماعة بتبقى مخلط، يعني هو بيبقى بلدي. انت بتجيبيه بلدي بس بتلاقي فيه هندي بزراميط، يعني هندي مع مشعر، هندي مع بلدي، جميزي بتلاقي فيه ساسو، بتلاقي فيه جميزي او رزي فضي او ذهبي. وهنشوفه مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا ليتكم شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ده مؤسساه من عمر يوم، ولا علف ولا اي حاجة، وحاجات بسيطة جدا. بسم الله ما شاء الله من بجايا اكل البيت. يعني انا هبدأ دلوقتي معاكم من عمر يوم لغاية وعمر اسبوع، وبعدين عمر 15 يوم 20 يوم، يعني من 15 يوم انا بحط له بجايا اكل البيت. لكن اللي انتوا شايفينه ده عمر شهر. فاحنا تشوفوا الفيديو مع بعض، نشوفه مع بعضنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي وصل لغايه هنا يصلي على رسول الله، والديك بيأذن اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ويحط اللايك، ما يبخلش باللايك، اللايك مش هيعمل لكم حاجه، بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، وحط اللايك وشوف الفيديو، شوف المعلومات الجميله اللي طلعنا عليها. لان احنا زمان ما كناش نعرف العلف. وعلى فكره يا جماعه العلف فيه نسبه سموم، ولازم يما تغيري العلف من علف تحط له بصل وثوم ومش عارفه مقاومه للسموم والكلام ده كله. معنى كده ان انا ما كنتش بستخدم العلف. استخدمت العلف يما انا كنت بجيبه عمر 10 ايام 15 يوم 20 يوم كبير شويه، كنت بعمل له الخلطه دي ومن السموم بتاعه العلف علشان يبدا يتعود معايا على الاكل. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. انت جيبي يعني كدراسة مشروع أو حاجة في البيت. يعني انت ممكن تعملي مشروع وانت قاعدة في البيت من غير أي تكلفة. انت لو اشتريتي العيش الناشف أو انت نشفتيه مع بقايا الأكل اللي عندك في البيت، لو جبتي مجموعة كبيرة طبعا هتضطري تشتري كيلو العيش. كيلو العيش ب8 جنيه وب10 جنيه، بدشه وهحط معاه بقايا الأكل زي ما احنا شايفين كده، وبجيب لهم شامي اللي هو الذره واطحنها يا اما الجمح. في العمر ده بديهم الجمح بس ما اديهولهمش كده، بديهم الجمح اللي هو ايه، ببل الجمح. هنشوفه مع بعض ونشوف الخلطات الجميله من بجايا البيت من المطبخ. ما بجيبش حاجه من بره من المطبخ وبحط بجايا الاكل. واديكم شايفين بسم الله ما شاء الله واكلين ازاي الاكل. بجوعهم واعطشهم. شوف ما شاء الله من عمر يوم انك انت تستقبليهم. انا ببس العيش واحط له فصين 2 توم كده او في الميه توم وعصره ليمون، وادي الاستقبال ده بتاع اسبوع اهو قدام عينكم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما تجريش من الفيديو، شوفي الحاجات البسيطه اللي احنا طلعنا عليها، وان انت اسستي فراخك على يعني اسستي فراخك على ايدك ومكوناته والكالسيوم وكل حاجه موجوده فيه، وفي نفس الوقت انت متابعاه يوم بيوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. زي ما انت شايفه العيش مبسوس ده عمر اسبوع اهو زي ما انت شايفه. وبعدين هنشوف اللي هو 22 يوم هو بياكل كل حاجه بقى من البيت زي ما هي كده. هنشوف مع بعض. دي معلقه عسل اسود يا جماعه، دي معلقه عسل اسود، واللي في المعلقه دي معلقه نشا، معلقه نشا تمام كده. ودي بصله مبشوره اهي، مش مبشوره كمان، انا مقطعاها كده عشان يتعودوا يلقطوا بعد كده الجمح والحاجات دي. زي ما انت شايفه اهو بصل وثوم وعصره ليمون ومعلقه عسل اسود ومعلقه نشا، مش اكتر من كده. ولو انت ممكن تحطي نص معلقه خميره فوريه او خميره عاديه. ده اللي انا معود من اسبوع. طبعا هو اللي بياكل ايه، عيش بس.
عيش وبيض مسلوق، ودي بيضه مسلوقه كنت واخده منها، دي بقيه البيضه المسلوقه. الخلطه دي بتحطيها كلها كده، لو انت ما جايباه عمر اسبوع او مش مؤسساه، بتحطي له ايه مع شويه علف، شويه بسيط جدا، علشان انك انت هتعوديه على اكل البيت. وبعدين بعد كده بتحطي ايه، بتحطيه على العيش اللي انا بسيه، ببس العيش كده واخليه في الهواء، يعني ولا يبقى ناشف ولا يبقى طري، وبحط عليه الخلطه دي وبجوعهم وياكلوا. يعني انا عملت فيديو قبل كده، عايزه تحصلي على فراخ حلوه وسليمه وجميله وبتاكل كل حاجه عندك، انك انت تجوعها. مش معنى انك انت تجوعها تموتيها، لا، ما يبقاش الاكل تحتيها، لان ليه سلبيات كتيره ان يبقى الاكل تحتيها ويعمل ريحه ويعمل فطريات ويعمل سموم ويعمل امراض ليها هي وحشرات وزريق والكلام ده كله. دي ناحيه. الناحيه التانيه، من طول ما هو شبعان كده بيبقى ما عندوش، بيبقى عنده صدد للاكل، ان هو ياكل دي وما ياكلش دي. لكن هو انك انت حطيت له الاكل وجاع، فوانت بتحط له تاني زي ما انت شفتي اول الفيديو، بيبقى ان هم بيجروا على الاكل وبياكلوا وبنفس مفتوحه، وما شاء الله ولا قوه الا بالله. كل حاجه انت بتحطيها بتبقى فاتحه نفسها. اللي انت شايفاه ده عمر 15 يوم، عمر اسبوعين، عمر اسبوعين، شايفاهم اهو، حتى الريشه اهو، لان اللي بعديهم شهر، بس انا قصقصت الريش اهو، شايفه زي ما انت شايفه. بعد كده ده اللي انا بعمل له الخلط زي ما انت شايفه، ده القمح. بس القمح ببله، يعني انا بالليل بحط كوبايه قمح كده في ميه، او في خيار مبشور، او بطيخ، قشر بطيخ، المهم انك انت بتبليه. اللي انت شايفاه ده تفل شاي، بس مش كله تفل شاي، تفل شاي مع بقايا الحاجات اللي انا جاليها. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو سمك وطعميه والحاجات اللي انا كده برضو بعينها، ان انا بحط منها، باخد واحط منها، لان انا بحط للطيور الصغيره اهو. شايفين اهو، شايفين اهو الفتافيت بتاعت ايه اللي بتبقى في الزيت اللي هو محروق، لان انا بحط من الكبير والصغير من الخلطه اللي انتوا شايفينها دي. شفتوا كده انا بليت القمح، بليته مش رميته كده حبايبي، يعني ناشفه، بليته، فبيجي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفه، وبيملى الحصله، وفي نفس الوقت بيبقى سهل الهضم وبيتعودوا عليه. ودي عصرة ليمون، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ومنجية، دي منجية كده حطيتها برضو، كانت منجية بايظة حطيتها. وده الخضرة اللي عندك، أي خضرة عندك، ده عندي ورق كرنب وكده، أنا عندي جردل في المطبخ بحط فيه كل بقايا الأكل، من عيدان الملوخية لعيدان النعناع لتفل الشاي لتفل القهوة للفطار، مكان الطعمية، مكان الفول، مكان الخضار، الطبيخ، الرز، أي حاجة تخطر على بالك، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. زي ما انت شايفة الجردل اهو في كل حاجة، عبالك ما حطيت لهم الأكل. الأرانب خدوا ايه ورقة، لسه ما نضفتش وحطيت لهم الأكل ولا كده، لأن هم في الناحية التانية الكتاكيت والفراخ في مكان تاني، فأنا حاطة كل حاجة لوحديها ومنظمة مكانهم ومنظمة الحاج بتاعهم. وزي ما بقول لكم، أحسن حاجة الكتاكيت من عمر